بسم الله الرحمن الرحيم. بنشرف النهارده وزاره التضامن الاجتماعي انها تستقبل الهيئه الوطنيه للانتخابات برئاسه سعاده المستشار وليد بيه حمزه وفريق كبير من مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره المستشارين الموقرين والمجلس القومي لشؤون الاعاقه. الحقيقه احنا في ثلاثتنا بنوقع بروتوكول شايفينه مهمتنا الاساسيه ومسؤولياتنا الاساسيه كجهات حكوميه تدعم العمليه الانتخابيه بكل قوه وكفاءه وشفافيه عشان نقدر نوسع اكبر قدر ممكن من القاعده الانتخابيه. حق التصويت وحق الانتخاب مكفول للجميع بما يشمل الاشخاص ذوي الاعاقه دون اي تمييز ضدهم، وهذا ما يتفق مع الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان والدستور المصري 2014 اللي بينص بالحقوق السياسيه وممارسه الحياه العامه للساده ذوي الاعاقه. الحقيقه الهيئه الوطنيه للانتخابات مشكوره بتساهم بشكل كبير في إتاحة البيئة الانتخابية وإتاحة الفرص الانتخابية لكافة أنواع الإعاقة بأنواع إتاحات مختلفة. احنا من جهتنا كوزارة التضامن الاجتماعي بنتيح قواعد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لدينا، بنتقدم بفرق من منظمات المجتمع المدني، المتطوعين، الرائدات الريفيات أو المجتمعيات في التثقيف الانتخابي، وبناشد السادة المواطنين أن ينطلقوا ويساهموا بشكل إيجابي في العملية الانتخابية بقوة، لأن المستقبل مصر الحقيقة بندعمه كلنا كمواطنين وكمؤسسات. المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيشكل غرفة عمليات، وبنتعهد ان احنا نقدم كافة الدعم الممكن من طرف وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى المديريات 27 والإدارات 320 حتى مستوى القرى والوحدات الاجتماعية، ان احنا يعني نسخر انفسنا لنجاح هذه العملية بالكفاءة التي نرتقيها لمصرنا الحبيبة في الفترة القادمة، وحق كل مواطن مصري أن يمارس حقه السياسي والانتخابي. احنا متفائلين لشمول العملية الانتخابية لأول مرة لكافة الفئات. صحيح كانت موجودة قبل كده بس مش بالقوة والكفاءة اللي احنا بنتعهد بترتيبها من الآن فصاعدا. بتمنى كل التوفيق للهيئة الوطنية للانتخابات ولمصرنا الحبيبة كلها، وبندعم بشكل كامل المجلس القومي للإعاقة وذوي الإعاقة في كافة مناحي الجمهورية وبكافة أنواع إعاقتهم بمواقعهم الجغرافية. سنصل إليكم، وإن تعذر تواصلوا معنا إن شاء الله على 15-044، وسنقوم بتوفير كافة التسهيلات الممكنة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية. أشرف بهذا اللقاء، وإن شاء الله اللي جاي أحسن.